وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمد الخال السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى حرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مروة بن كعب لأي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب المطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أمدنا إلى رحاب الحرمية وسمع في سبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية للذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من عقل تألقت كواكبه الذرية وكيف له السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وثقة المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجوم الجوزاء وحبذ عنك نسود وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي والده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم ينسبهم عدو من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية بدره في جبين جده عبد المطلب وبنيه عبد الله واتر اللهم قبله الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنوار الذاتية وصبا كل صب الهموم نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا وإلعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنة ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخروت الأسروة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بأفضل زمنه وانتجهت الكهانة رهبت رهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تام وأتت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت لسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبان عطر اللهم قبله الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان يجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية
وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نورك أنت عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس خفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
السراء إلا إليك والغمام قد أظلت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أليس أزكى منك أصلا قدت يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات يا ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفلت عنه ليلة الضوء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه والدماء يوم نالت ودمه من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليه ووباء وتوالت الشهوات في أن قد ولد المصطفى وحق المنال هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه وصلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أغفر اللهم قبر الكريم برب من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك صلى الله عليه وسلم ويديه الأرض رافع رأسه إلى السماء العليا هو بذلك رب لا سدده وأولاد وانشر إلا رفقة قدره على الصائر البرية وأنه حبيب الذي حسن اتباعه وسجايا ورضوه وبدا المطلب وهو يتوب بحديك البرية وعقب المسرع وضل إليه وبلغ من السرور مناه وضحى قبة القرى وكان يده بخلوص النية
ويذكر الله تعالى ما من به عليه وعطى. وولد صلى الله عليه وسلم نذيرا مهدنا سورة بحث الإلهية طيبا ضحينا محولة بحل الآية عينا وكل حذر ذنوب الشبه ليالي سوية وأولم وتوسم محمدا وأكرم مسواه. حق اللهم قبره الكريم بعوف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى. فزلت السماء حظا ورد عنها المغلة وذو النفوس الشيطانية ورجمت هجوم النيرات كل رجيم في حال مبقاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه. وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره وموناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شروان سمكه وسواه. وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعرام. وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا. وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية. وجفت إذ كفواكب مريا الدجاج أنابيعها تلك المياه. وفاض وادي سماوته وهي مفازة في فلاة وبغية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية. والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه. اللهم قبره الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وردت أمه أيام ثم وردت سويبة الأسلمية التي أتقاها أبو لهب حين وفات عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى. وردت ابنها مسروق وأبي سلمة وهي به هفية. وردت قبل ومسة التي همل في نصرة الدين سورة. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلة وكسوة هي بها هرية إلى أن أورد هيكلها رأيت المنون الضريح ووارا. قيل لا دينكم يلبية الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن منده وهكا. ثم ردت الفتاة وليمة الصدي وكان قد رد كل من القوم سديها لفقرها وابا. وصبا شهبت المهل قبل الأشياء ودرس دياها بدر در لبنه اليمين منهما ولبن الآخر وأخا. وأصبحت بدل المصال والفقر غنيا وسمنت الشارف لديها وشيا وانجاب جانبها كل ملمة ورسيا. وترست برد عيشها الهني وهو شاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أقر اللهم
اللهم قبر الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصل نطق قواه. وشق الملكان سرده الشريف لديها وأخرج منه علكة دموية وأزال منه هد الشيطان وبالثلج غسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه بخاتم النبوة ختما ووزنه فرجع بألف من الأمة الخيرية. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال السباع. ثم ردت صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه. ووفدت عليه حليمة في أيام حديجة السيدة الوصية فحباها من حبائه الوافر بحباه. وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذت الأريحية وبسط لها من رداء الشريف بساط بره وندى. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواح. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوفتها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاة فحملته خالدته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضنه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخل لمن وقره ووالاه ولم تشك في صباح جوعا ولا عطشا قدت نفسه الأبية وكثيرا ما غلا فاعتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أريخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عنه وابو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين وربان ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عنه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب ضحير بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيا
قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا نبي أواب وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور علاه وأمر عنه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بالصراط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى مصر في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما علاه فنزل تحت شجرة لدى صومعة أسطورة راهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحده ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأس الشريف من وهج الشمس قد أضلاه وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأوضعه لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب ريا فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية وقال هو والله له نبع عظيم يحمد فيه نسرا فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسبك سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. تسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بلغ قريش بالقبر انسدائها باسم العبثية
وتنزه برب فرجع بالأسمار فكل ورجع وزود الكيل والقال وتحالفوا على القتال وتوحيد العصبية ثم تدعو إلى الإنسان وفوضوا الأمر إلى ذي رأي الصاحب ولا فكما بتحكيم أول داخل من باب الصدد السيفية فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخلا فقال هذا الحق آمين وكلنا تقبلوا ونرضى فأصبروا بأنهم رضوا أن يكونوا صاحب الحكم بهذا الملم وليه ووافق الفجر في صوب ثم أمر أن ترفعوا القبائل الجميع إلى المرتقى فرفعوا إلى المقر من سكنها تلك البنية ودعه صلى الله عليه وسلم بأهل صريفة الموت الآن وبنى أغفر الله أكبر القريب في الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على فك الأقوال ذوي العلمية بعث الله تعالى العالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة وبذل إلى تمام 6 أشهر الصديقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتلي بالرؤيا استغل القوة البشرية لئلا ينجح مالك بسؤال النبوة فلا تقوى وحبب إلى الخلق فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن آتاه في سنة الحق ووافق ذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وتم أقوال 24 منه ول8 من شهر المولد الذي بدا فيه بدر محيا فقال القراء فأبى فغطى غطة قوية ثم قال القراء فأبى الثانية تبلغ منه الجهد وغطاه ثم قال القرآن فأبى فغطى ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى ثم فترى الوحي 3 سنين أو 30 شهرا اشتاق لانتشاك تلك النفحات الشدية ثم أنزل عليه المدثر فجاءه جبريل بها ونادى فكان البعد في التقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذار لمن دعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي أسده الله بالله أمية مولاه أبو بكر من الإفك ما أولى ثم أسلم العثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن أمة صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق تصديق وسقى وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم أصابه مخفيا حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر فهجر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد من قومه وتعاب آلهتهم وأمر برفض مسوى الوحدانية فتجروا على مبارزته بالعداوة وعدا واشتدت على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحذب عليه أمره أبو طالب فهابه كل من القوم وتحامى وفرض عليه قيام بعد من الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية
ثم نسي بالرجال الصلوات 5 في ليلة مسرى. ومات أبو طالب في نصف الشوال من 10 بعصة وعدمت بموت الرزية. وتلت الوجيدة بعد 3 أيام شد البلاء على المسلمين أمرا. وقد اسمي صلى الله عليه وسلم كل عدية. وأما الطائف فيدعو سكيفا فلم يحسن بإجابة القراء. وضرب السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة باتية. ورموه بالحجارة حتى حتبت بالدماء الأعلى. ثم أنا صلى الله عليه وسلم إلى مكة هزيلا فسأل ملك الجبال في هلاك أهلها ذوي العصبية. فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى. اللهم قبر الكريم بعرف سبيل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أسر بروحه وجسده قلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية. وأرج به إلى السماوات فرعاد في الأولى وقد جل له الوقار وعلا. ورأى في الثالثة عيسى بن مريم البتول البرة التقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال شباب. ورأى في الثانية يوسف بصورة الجمالية. وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وعلا. وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية. وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى ونجا. وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب والطوية وحفظه من نار النمرود وعافى. ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع الشريف الأقرب بالأمور المقضية إلى مقام المكافأة التي قربه الله فيه وأدناه. وما أطله الحجب الأنوار الجلالية ورهو بعين رأسه من حضرة ربوبية ما أرى. وبسط له البسط الإنان في المجال الذاتية. وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم الأصحاب الفضل فردت إلى 50 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في العزل وقضى. ثم عاد في ليلة فصدقه الصديق بمسرى وكل ذي أكل وروية. وكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم رمز القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسية. فأمر به 6 من الأنصار اتصل الله برداه. وهج منه في القوم 12 رجلا وبايعوا بيعة عقيا. ثم انصرفوا ودخل الإسلام في المدينة فكانت معقله ومأواه. وقدم عليه في الأمثال 70 أو 3 أو 5 ومرة من القبائل أوسية والأسرجية. وبايعوا ومر عليهم 12 نكيبا جهانية سرا. وهاجر إليه مما كتسوا ملة الإسلامية وفرعوا وفاقوا وأوتان رغبة فيما ود لمن هاجر الكفر ونوى. وافت قريش أيالك صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله ففدى الله تعالى من كيده ونجاه. وأوصل له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركب المشركون ليولدوا بسمه هذا المنيا. فرجع إليه ونزل على رؤوسهم التراب وحساه.
وأما رسول فالصديق في ذي المية وقام في ثلاثة منها ماء والهلاك بما ثم رجع منه ليلة الاثنين وصلى الله عليه وسلم على غير مدية وترى سراقا فابتال فيه لله ودعا فصدق ويعقوب في العرض السلبة القوية وسأله الأمان فمنعه إياه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ومن صلى الله عليه وسلم بكنيد على أم مبد الوصايا وردت على منه لبن منها فلم يكن بهو لشيء من ذلك قد هوى فنظر إلى ذات في البيت قد علفت وجه الرية فاستسلى في قلبها فشت وقالت لو كان بها قلب لأسبنا فاستأثر منها وضى الله مولاه ووليه فدرت فلوسك كل من القوم وأهوى ثم هلم ومن علم وقدره لديها آية جلية فجاء أبو محمد ولم نفسها بالأجل إلى قصر وقال أن لك يسعى ولا هلوم بالبيت تبت بكثرة اللبنية وقالت ما ربنا رجل مبارك كسى وكسى جسمانه ومناه فقال ساسى قريش وكسى بكل ألية بأنه لو رآه لآمن به وأعتبه ودنا وكرم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين الثاني عشر شهرا بالأول وأشركت في أرجاء السكية وتلقاه الأنصار ونزل بكباء وأسس مسجدها على تقوى تلاوة قرية بكثير صلاة وتسليم أطر اللهم قبره الكريم بأرف سسيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أقوى الناس القمر كساسات وصفات سنية مربوع القامة أبيض الله مشرفا بحمرة واسع العين أكهل ما أهدب الأسفر قد بنيها سجاجا دبا وبلج الإسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين سهرة هلالية صلى الحدين يرافعا في مد لداب حسن الإذنين عقنا بعيد ما بين المنكبين سبد الكفين دهر القراديس قليلا لم من راكب كسل حياتي عظيم الرأس شر إلى سمة الأسودية وبين الكتفين هتم النبوة قد عمه نور وعلا وركوه قد نويل وركه واتبعوا من النفات المسكية ويتقلب بمشيته كأن يخطو بسبيل الارتقاء وكان يسافر المسافر بيده الشريفة بيد منها سائر اليوم راية أبغارية ويده على رأس الصبي فيضرب مسؤوله من بين سبيته ويدرى يتلألأ وجهه الشريف لا تلألأ كما في ليلة البدرية يقولون عيد لم أركبه ولم بعده مثله ولا بشر يرى أطر اللهم قبره الكريم بأرض ززيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يسجد له ويركع شعبه ويغلب شرطه ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية
ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاه ويسيء جنائزهم ولا يقر فقيرا أدقه الفقر أسوأ ويقل المسجد ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وزار العبودية ولا يهاب الملوك ويقدم لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويكون ممدودا للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغل وحمارا مد الملوك إليه عهدا ويكسب على بطنه الهجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الأشياء الأرضية وروادت الجبال بأن تكون له سهبا فأبى وكان صلى الله عليه وسلم يكن اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويكسر الخطب الجمعية ويتألف على الشرف ويكرم على الفضل ويمسه ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى وها هنا وقع من الجواد المقال عن اتخاذ في الخلبة البيانية وبلغ دائن الإمداء في فدافد الإيداه منتهى أتل اللهم غور الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم يا باسط اليدين بالعافية يا باسط اليدين بالعافية يا باسط اليدين بالعافية يا من إذا رفعت إليه يقف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمة الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وسفينة السلامة والنجاة وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال والأفعال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين وعلى صاحب الحاجة ما طلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتحقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدن همة وبنية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا يا مولانا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعياه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ضرا وتعم جمعنا وجمعنا هذا من خزائن منحك السنية
برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك ضنا. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاه. وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا، فحقق لنا ما منك رجونا، فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا. اللهم آمن الرعاة وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم الأحد المبارك وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة مطمئنة واخية واسقنا غيثا ورحمة يعم انسياب سيبه السبسب وربا. واغفر لناسجين هذه الورود المحبلة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه ولكاتبنا وقارئنا ومن أصاخ إلينا سمعه وأصغى. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأطراف جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقول حلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم من جميع الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. دعوه فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ada peserta jurinya ini. Jadi sekarang tahu apa bagian? Kerjaan selesai siapa kamu? Iya, kalian like itu apa? Iya.